السلام عليكم خوت الخواتات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير هانيين. ايوا غبورات هادي ياك خبرت عليكم من الشهيوات. ايوا ها انا رجعت لكم تاني بالبطيبيطات. البطبوط معمر او ميني بطبوط. المهم هنا خوتي ما بديتش معكم الفيديو من الاول، الصراحه ما كنتش غنصور حتى عجنت العجين وخمار وقطعته وخمار عاوتاني. كنت حطيت معايا الحشوه حتى هي زعما وجدت سلقت البيض حكيتو داكشي اللي كتعرفوه يدار في العماره. وقلت علاش لا ما نشاركش معاهم واخا غير هكا، لان غبرت شحال هادي ما صورت شي حاجه. ايوا قلت ما فيها باس نبقيو شي ستيتو بلوغ صغيور. المهم اخوتي هنا لقيتوني كنطيب البطيبيطات ديالي، جاو شهوه منهم. وهنا كنوريكم الطويجن ديال الفول. صراحه ما صورتوش معكم، ولكن صراحه سبحان الله العظيم كتاب لكم تشوفوه. المهم الطويجن ديالي هو هذاك. هذا النهار درت قضيه هي اللي كنت جبت هذاك الفول طيبته. المهم اخوتي شغل بزاف، ولا جيت تصور كل شيء راه ما خصك مصور يكون خاص بك. والله العظيم راه الا ما كانش عندك شكون يصور راه يكون هذا عمل فيديوهات مزيونين وشيوات مزيونين واشغال مزيونه، يعني فيا ما يتصور. بحال اليوم موت النعناع، غرست النعناع، حرثنا بالتراكتور، عملنا البلاصات الخضره، ولكن ما لقاش شكون يصورني. حق الله العظيم هادشي اللي قبلوا عليا وصافي. حتى دوك الرجيلات ديال الكاميرا اللي كنت نصور بهم تهرسوا لي. ايوا المهم ما علينا. هنا انا دبرت ياسين يصور لي، قبلوا على التصوير ديال ياسين، وفي نفس الوقت كان نحل البطيبيطات ديالي بحال هكا بالموس. المهم كيجيو خاويين مزيونين. دابا نشارك معكم ان شاء الله يا ربي العجينه. المهم اللي بغاها يطلبها مني. اللي بغاها يطلبها مني نشاركها معاه. ما عندوش ليا وصافي هذا الشيء. هنا كنعمل المايونيز ونشارك معكم. هذا المايونيز كيطلع مزيون ولذيذ وبنين وبلا ديك الزفوريه د البيض، ولا اللي في حالي ما يحملش البيض خضار يعملوا بحال هكا بدانون طبيعي. هنا خوتي عامله دانون مسوس مع 3 الفريميجات كما كتشاهدوا. ها انتم خليكم مع المقادير د المايونيز، مجرب كيجي رائع والله الا بنين ما تشبعوش منه. هنا عملت جوج معالق د الزيت، الا بغيتو عملوا 3 عملوا. وعملت جوج د الخل. وهنا كان غير مشيت زعما كنحيد هذيك دارون اللي بقى ليا في هذيك البواطه. وفي نفس الوقت عملت واحد شويه د الابزار. ها نتوما لحد هنا وحنا ماشيين هما هذوك، هما واحد القبيصه د الابزار. وياسين يوريكم زعما الكاس شنو فيه. يجبكم الله ياسين ما يعرفش يصور، كيعرف يصور. وفي نفس الوقت عامله الخبيزات د الزراع على المقله باش ناكلوهم بالطويجن. يحمقني انا في رمضان نعمل خبز المقله، يحمقني. فيما نعمل شي طويجين نعملو 3 الخبيزات بحال هكا. المهم يجيو رائعين. هنا طلعت المايونيز ديالي بالباطور ولا بالخلاط الكهربائي. اللي عنده اللي ما عندوش يمكن له طلعو غير بيدك فرشيطه ولا. المهم ما عرفتش واش طلع ولا لا. المهم بقيت على طحان يا ما طحان، طحان يا ما طحان. هانتوما كتشوفوه طلع وكيجي زوين الصراحه ربي. وهنا في الحشوه انا قلت لكم كنت باديه الاشغال. في الحشوه عامله 3 خزويات محكوكين، خزيوات محكوكين في الحكاكه الرقيقه، و3 بطاطات محكوكين حتى هما في الحكاكه الغليظه، و3 د البيضات مسلوقين ومحكوكين، وشويه الزيتون، وشويه الطون اللي عملت بيدي. راه داليا خير الله تبارك الله 2 كيلو راه دات لي. فايما نعمل شي حاجه كل نهار وكيفاش، كل نهار ورزقه. وهناك عملت هذيك المايونيز عملتها كامله مع هاد الشليضه هذه وكتجي بنينه والله الا. جربوا هاد الحشوه هذه بارده كتجي في هاد البطيبيطات واعره. المهم ياكل واحد وباش ما بغى يعمرهم. ولكن هاد الحشوه هذه بالضبط تجي مزيونه. وشويه د الخس، نسيت ما قلت لكمش الخس انايا فضلت نقطعه، ولا بغيتو تخليوها هكا تفرشوا في هذيك الخبيزات الطريف د الخس وعاد تعملوا العماره ماشي مشكل. الله يجعل غير الصحه والسلامه، كلشي كيجي زين والله الا. ايوا المهم اخوتي نتمنى من الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف. انا صراحه شحال هذه ما صورت شي حاجه وتوحشت ندردش معكم في نفس الوقت نحط شي حاجه هكا مزيونه. ايوا وانتم ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وبالجيمات ديالكم وبالتعاليق ديالكم المحفزه. وكتب لي اختي شي تعليق يكون زوين في حالك.